في فرق كبير بين اديتور بيقطع وما بين اديتور تاني بيتحكم في انتباه المشاهد. النهارده هوريك 3 حاجات بتفرق بينهم وبأمثلة حقيقية علشان تفهم. أول مشكلة بتكون في البيسنج. البيسنج مش معناه قطع أسرع، البيسنج هو الإيقاع أو سرعة السرد، السرعة اللي بيتحرك بيها الفيديو، وكل لحظة لازم يبقى ليها وزنها الصح. المشكلة مش في السرعة نفسها، المشكلة لما السرعة تكون مش متوافقة مع اللي بيتحكي. خليني أوري لك مثالين. تخيل معايا إن المونتاج زي ضربات القلب. في وقت الراحة الضربات هادية ومنتظمة. لو بتنقل للمشاهد قصة فيها مشاعر حزن أو صدمة أو لحظة صمت بتلخص كل حاجة، هنا الإيقاع لازم يهدى. المشاهد لازم تاخد وقتها عشان تسيب أثر. المزيكا لازم تتنفس عشان تخلق الفراغ اللي هيحس فيه المشاهد بالوجع. لكن أول ما الخطر بيقرب الأدرينالين بيزيد وضربات القلب بتتحول لدق متواصل وسريع. في الأكشن البيسنج بيكون هو القائد. اللقطات المتقاطعة والخطفة هي اللي بتخلي المشاهد مش ملاحق ياخد نفسه. الكاتس السريعة هنا مش مجرد تقطيع، دي هي اللي بتخلق الإثارة وبتخليك جوه المعركة مع كل ضربة وحركة. الإيقاع مش سريع أو بطيء، الإيقاع هو إن كل لحظة في الفيديو بتاخد بالظبط الوقت اللي تستاهله، لا أكتر ولا أقل. الإديتور اللي فاهم ده هو مش مجرد بيقطع، هو بيتحكم في انتباه المشاهد. ونيجي لتاني حاجة، الريذم أو التناغم، هو الترتيب أو التكرار النمطي. زي كاتس معينة مثلا بتكون ماشية مع حركة ممثل أو صوت، زي مثلا البيت دروبس اللي في الميوزك، أو مع حركة كاميرا عشان تخلق هارموني مريح للعين. لما الريتم بيكون صح المشاهد مش بيحس انه بيتفرج، بيحس انه جوه المشهد. ولما بيكون غلط المشاهد بيحس بعدم راحة. الريتم او الريتم في المونتاج بيجي في هيئة 3 حاجات: الموسيقى، الحركة في الفريم، والكلام. اول حاجة الموسيقى. الكات مش لازم تيجي على كل بيت، مش طبقة سلطة، ولكن برضو انك تكون واعي بالبيت اللي انت شغال بيه شيء مهم. لما القط بتيجي في وقتها الصح بالنسبة للميوزك المشاهد بيحس براحة، ولما بتيجي قبل البيت أو بعده المشاهد بيحس إن في حاجة غلط. تعال أوريكم إيديت أنا عملته بيشرح الفكرة دي. تعالوا كده نتفرج على حاجة. لو عدت الفيديو هتلاقي ان اغلب الكاتس بتاعتي كانت على البيت دروبس، بس في كاتس تانية مش دايما كانت على البيت دروب الواضح، كان ممكن بتبقى على حاجة تانية، صوت درام، صوت آلة تانية مختلفة، مش شرط دايما على البيز او الدرام الواضح قوي. في حاجات تانية ممكن بننقل عليها عشان نغير النمط بس مش اكتر. ولكن كونك ان انت تثبت على النمط مش غلط، هو ده اصلا طبيعة الريتم او الريذم، بس ان يكون في تنوع ده شيء كويس. يعني لو حابب تفهم ايه اللي انا عملته بالظبط في الاديت هنا انا ممكن اشرح. حابب تسكيب مفيش مشكله. بدات المشاهد بتاعتي بمشاهد وايد تدي نبذه عن طبيعه المكان، وده اوريدي الطريق اللي الشخص هيترفت عليه. في افكت هنا الهيز ده انا حملته بحيث ان هو يبان ان في حركه في الفريم، لان كان نوعا ما انا عملت سلو موشن هنا عشان اوريدي العربيه كانت داخله هنا. لو جينا نتفرج على المشهد الاصلي
فانا ما كانش عاجبني ان العربيه دي ظاهره معاها. قلت هستخدم المشهد ده وابطئه لحد قبل ما تظهر، وعلشان قد فيه حركه حطيت الهيز بحيث ان هو يبان ان في المشهد هادي، هدوء ما قبل العاصفه يعني بالبلدي. وبعد كده عملت الجي كات، خليت صوت العربيه او الساوند افكت اللي انا عملته يظهر الاول بحيث ان هو يدي نبذه عن اللي جاي، وبعد كده خليت المشهد بتاع العربيه يخش. بعد كده تبديل ما بين المشاهد على البيت دروب. وهنا في المشهد ده الدخان اللي طالع ده قلت ان انا استغله في ان انا انقل ما بين المشهد ده والمشهد الانتيريور بتاع العربية، كان عبارة عن الشمس مغطية على الكاميرا شوية، فقلت استغل ده واعمل بليندنج ما بين الاتنين بحيث ان يكون الترانزيشن ما بين المشهد ده والمشهد ده سموز. دي افكت كده حسيت انه يبقى شكله لطيف لو حطيته هنا. عبارة عن تقطيع فريمات، قطعت في كام فريم وبعد كده حطيت يعني عليهم ستوب موشن والفليكرينج، قللت الساتوريشن بتاعهم لصفر بس. ومن ضمن الحاجات برضو اللي عملتها ان انا يعني قدمت في فريم شوية قدام وبعد كده رجعت فريم ورا، فيبان ان هو الفريمات طالعة راجعة كده لقدام. بس وبعد كده مجرد اديت عادي بننقل على البيت دروب يعني، ومفيش اي حاجه تانية مختلفه. تاني حاجه الحركه اللي موجوده في الفريم. لو في حركه في المشهد سواء كانت شيء او شخص بيتحرك، المفروض ان الكات تيجي مع نهايه الحركه مش في نصها ولا في بدايتها. لو قطعت في نص الحركه المشاهد بيحس ان في حاجه اتكسرت حتى لو هو مش عارف يسميها. يعني على سبيل المثال المشهد ده من الايديت اللي انا عملته، لو تاخدوا بالكم انا هنا عملت ايه. وقت ما الدرافتر كان بيظبط الزاويه بتاعته، هو هنا خلاص هو بيودي العجله ناحيه اليمين، انا اوريدي بدات المشهد التاني وهو بيظبط العجله بتاعته. تمام، تعالى مثلا نشوف العكس. بدأت في مشهد عكس المشهد، يعني هو هنا لو تاخدوا بالكم هو لسه ما وصلش لنهاية أو بداية الملف التاني، يعني العجلة أصلا لسه رايحة ناحية الشمال، وبعد كده بدأت مشهد مختلف تماما. يعني حتى لو نفترض إن إحنا لو جينا هنا وخلينا المشهد يبدأ من أول هنا كده، واخدين بالكم لسه اصلا هنا الاكشن ما تمش، وهنا اصلا هو عدل. طب عدل امتى في المشهد اللي قبليه؟ مفيش. تعال نشوف مره واحده تانية كده على بعضيه، فبيبان ان في مشكله. الحاجة التالتة وهي الكلام. السكوت الطبيعي ما بين الجمل ممكن يتحذف أو يتأثر، ده بيخلي الريتم أسرع من غير ما تحس إن في حاجة اتحذفت. الريتم أو الريتم مش قطع على البيت وخلاص، هي الفكرة إنك تبقى واعي بكل حركة بتحصل في الفيديو، موسيقى أو صورة أو كلام، وتقرر بناء على ده إنك إمتى تقطع. الإديتور اللي بيعمل ده هو مش بيقطع، هو بيرسم المشهد. ومعنا تالت حاجة والأخيرة وهي الديد سبيس. الديد سبيس هو العدو الهادي في أي تايم لاين، مش بيبان كغلطة واضحة بس المشاهد بيحس بيه فورا. الديد سبيس هو الصمت الغير مقصود، ممكن تكون ثانية زيادة بعد ما الجملة خلصت، أو شوت يفضل شغال بعد ما الجملة تنتهي. ده مش هدوء، ده فرصة إن المشاهد يعمل لك سكيب. في منهم 3 أنواع بنشوفهم في أي تايم لاين. الأول الصمت الغير مقصود، وده ممكن بيكون بين جملة وجملة أو تنهيدة أو الوقت اللي المتكلم فيه بيجمع أفكاره قدام الكاميرا. ده ممكن يتحذف بشكل كامل أو يتأثر ومن غير ما المشاهد يحس بأي اختلاف، زي الراف كاتس اللي بنعملها في الريلز وبنداري عليها بالزوم إن. تاني حاجة الشوت اللي كمل بعد ما دوره انتهى، هي الفكرة خلصت بس المشهد لسه مكمل، والمشاهد للأسف بيبقى متوقع ان في شيء معين يحصل ولكن مفيش حاجة بتحصل، وللأسف دي مشكلة. تالت حاجة وهي الترانزيشنز اللي بتاخد وقت زيادة، زي في ترانزيشن طويل مش في مكانه، أو قطاية جاية ثانية متأخرة أو ثانية بدري. كل ده للأسف بيكسر المومنتوم اللي بنيته. خد أي إيديت أنت اشتغلت عليه واتفرج عليه من غير صوت. لو حسيت إنك عايز تسكيب، هنا في عندك ديد سبيس.
الفيديو الممل مش بيجي من محتوى ضعيف، بيجي من 3 حاجات. البيسنج، وهنا السرعة لما تبقى مش متناسبة مع المحتوى اللي بيتقدم، الدماغ بيتنبأ باللي جاي وبيفقد الاهتمام. الريذم، وهنا لما الكاتس تبقى مش متوافقة مع الموسيقى أو الحركة، المشاهد هنا بيحس بعدم راحة ومبقاش عارف إيه السبب. الديد سبيس، الصمت اللي مش مقصود، وده اللي بالتبعية بيخلي المشاهد يقول للفيديو بتاعك اركب قطر 6 إلا تلت وتوكل على الله. ال3 دول مش معلومات نظرية، دي قرارات بتتعمل على التايم لاين في كل إيديت. لما تبقى واعي بيهم، انت هنا مش هتكون بتقطع، انت هنا هتتحكم في انتباه المشاهد. لو الفيديو أفادك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك فيديو زي ده كل أسبوع. وقولي في الكومنتات إيه أكتر حاجة كنت بتعملها في الإيديتس بتاعتك من غير ما تاخد بالك. وإن شاء الله هنزل كورس أساسيات عن دافينشي ريزولف وفيوجن الفترة الجاية، ولو حابين تشوفوا شرح حاجة معينة اكتبوها لي في الكومنتات. سلام.